الرعب لسه مكمل معانا في حكاية أبو مرة. ألغاز كتير هتتفك وهتتحل النهاردة، أما الرعب اللي جاي هيكون على إياد، بس مش كتير ومش هيكون أكتر من اللي فات. الرعب اللي جاي هيكون على أي حد هيخوف أو يضايق إياد ذات نفسه. أهلا وسهلا بيكم في حكاية رعب بنكملها معاكم، وأحداث جديدة من قصة رعب أبو مرة واللي هيعمله مع إياد في قناتكم جرعة أدرينالين. معاكم معتز محسن. الراجل السوداني اللي لقوه متوفي في البيت اللي ساكن فيه إياد وأسرته أثناء التحقيقات، حارس البيت أكد إن آخر حد جه وشافه كانت واحدة ست جت قعدت نص ساعة تقريبا ونزلت كان معاها كيس كبير، وسبب إن محدش اتعرف عليها اللبس العادي لسيدات السعودية، فمحدش اتعرف عليها بسبب كده. بعدها اختفى محدش عرف إنه مات غير لما بانت الريحة من شقته، وسره اتعرف وعرفوا هو كان بيعمل ايه، وسحره اللي اتعرف مين كان معاه فيه. وعشان تعرفوا، لما الساحر السوداني مات اللي كان بيساعده ممشيش، ده فضل مستني لحد ما يجي حد يقدر يستغله. خلونا نكمل حكاية إياد المرعبة. إياد بعد ما حكى لأبو مرة على الورق كل اللي كان مضايقه، أبو مرة رد عليه وقال له جهز الأوضة، وقال له على شكل معين لازم يرسمه، وجهز الشموع وطلاسم معينة هيقولها. ولو مش عارف إيه وصل إياد لكده، تابعنا في الجزء الأول وهتلاقي الموضوع في صندوق الوصف رابط الحلقة الأولى. إياد جهز كل حاجة، ممكن خايف حد يصحى ويشوفه. طبعا أبو مرة طمنه وقال له ما تخافش، الكل هيكون نايم. إياد اطمن وبدأ في الرسم على الأرض، النجمة والشموع على راسها، وبدأ يقول الطلاسم اللي أبو مرة قال له عليها. والأول مرة وهو بيقول الطلاسم سمع صوته. جاهز نتقابل؟ كلمة قالها أبو مرة لإياد، الكلمة رعبته، بس كان مبسوط جدا لأنه هيقابل صاحبه اللي ما بقاش ليه غيره. وتمت المقابلة. أبو مرة ظهر لإياد. الخيال الأسود اللي كان بيخاف منه ظهر في ركن الأوضة تاني، بس المرة دي بدأ يتشكل عشان يبان ويظهر ليه. أبو مرة ظهر في هيئة شاب تلاتيني في بدلة سودة، على وشه ابتسامة هادية. إياد كان مبسوط، بس في نفس الوقت كان في حالة رعب غير طبيعية. أبو مرة حس بخوف إياد وقال له إيه ده يا إياد، أنت خلاص بقيت معايا، وفي أي وقت هتحتاجني هقولك هتعمل إيه. إياد اتبسط، عنده حالة غريبة، سعيد وفرحان بس خايف، هو مش عارف هيعمل إيه. بس أول حاجة هيبدأ بيها اللي في المدرسة، ودي أول حاجة كان لازم يعملها.
إياد كمل حكايته معانا وقال لنا رحنا المدرسة أنا وأختي تاني يوم، وأختي كلامها معايا قليل قوي، ودي طبعا بقت عادتها خلاص. قالت لي كلمة غريبة: أنت ليه شكلك متغير؟ بصيت ليها وابتسمت ابتسامة لدرجة إنها اترعبت من شكلي أكتر. لفت وشها وما اتكلمتش كتير، وكأنها حتى ما سألتنيش السؤال ده. أول ما وصلنا المدرسة بدأنا اليوم عادي، كل ده وأنا دماغي شغالة هعمل فيه إيه؟ مليون فكرة شيطانية جت في بالي وكلهم هيدمروه، بس لأ، أنا عايز أعمل فيه حاجة تكون وصمة عار ليه لآخر يوم في عمره، الكل يفتكرها ومحدش ينساها. سكت وفضلت أفكر لحد ما جاتلي الفكرة. هي دي فكرة إنه بيتمنظر على أي حد بإنه راجل قوي وفاهم كل حاجة، هدمرها وخليه عبرة للكل وأي حد أذاني. ما خدتش وقت كتير وما كنتش أنا المتحكم المرة دي، كان هو، كان أبو مرة. المدرسة كانت مجهزة بعد حصص النشاط الرياضي إننا نغير هدومنا هناك، وإننا ممكن ندخل الحمام وناخد بعدها حمام كويس هناك. كان ليه 2 دايما بيكونوا معاه، هي دي اللحظة لما يدخلوا ياخدوا حمام. طبعا لما كانوا بيدخلوا الحمام ما كانش فيه أي حد بيتجرأ إن هو يقرب منه عشان هو عارف إيه اللي ممكن يعملوه فيه. طبعا استنيت لما الكل خرج وهم بقوا هم ال3 جوه. دخلت واستنيتهم أول ما يدخلوا في الحمام ويبدأوا ياخدوا الدش بتاعهم، وخدت كل هدومهم وخرجت من الحمام عشان ما يلاقوش حتى فوطة يغطوا بيها نفسهم. هي دي. وبعد ما خبيت الهدوم طلعت جري على المشرف، وكان راجل متدين جدا. رحت له وانا بعيط ومنهار، ولما سألني فيه ايه قلت له على الولد ده واصحابه وانهم عريانين في الحمام، وشفتهم بيعملوا حاجات في الحمام. اتكسفت اقولها وانهارت في البكا والعياط المزيف اللي انا كنت بمثله قدامه. طبعا انا كنت اخدت الهدوم بعيد في مكان تاني. المشرف راح معايا ووريته المكان. لما دخل لقى المنظر كلهم عريانين مع بعض، اتجنن وجاله حالة من الغضب خلى صوته يعلى جدا، وفضل يزعق فيهم: ايه اللي انتوا بتعملوه ده، وايه القرف اللي انتوا فيه ده؟ صوته عالي جدا والمدرسة كلها اتلمت. هو ده اللي انا عايزه، الفضيحة. المدرسة كلها اتلمت عليهم، فضلوا يحلفوا ان هدومهم مش موجودة او مش لاقيين هدومهم راحت فين، واكيد في حد اخد منهم الهدوم. انا خفت لان انا كنت هتكشف في اللحظة دي، بس هو مسكتش وكان موجود ومتابع معايا خطوة بخطوة. فجأة لقيت الهدوم رجعت في مكانها بدون ما حد يشعر، وهنا الفضيحة كبرت أكتر، واتكشفوا قدام الكل بأفعالهم الشنيعة والفضيحة اللي كانوا بيعملوها مع بعض، والمدرسة كلها بتعايرهم بأنهم أكيد طبعا انتوا فاهمين، أكيد انتوا فهمتوا هما كانوا بيعملوا إيه، والمدرسة فهمت هما كانوا بيعملوا إيه طبعا. وهنا أنا كسبت، وأبو مرة هو اللي كسبني الجولة دي. شعور سعادة غير طبيعي جدا لما لقيتهم مفضوحين قدام الناس كلها بعد كل الإهانة اللي أنا شفتها منه.
أفتكر من اللحظة دي ومن كل اللي فات واللي حصل بدأتوا تعرفوا مين هو أبو مرة، بس لحد دلوقتي محدش عارف هو عايز ايه. واضح ان الموضوع فيه تفاصيل تانية جدا اياد لسه هيحكي لنا عليها. اياد كمل حكايته معانا وبدأ يحكي. رحت بعد اليوم ما خلص امي اللي كانت بتوصلنا بعد كل يوم مدرسة، وكانت ملاحظة ان في حاجة غريبة فيا. اختي كانت متابعاني وعارفة ايه اللي بيحصل طبعا، بس ما كانتش عارفة الحاجات الجديدة اللي حصلت. اول ما وصلنا البيت الحارس كان في المدخل. حصلت حاجة غريبة جدا. قطة واقفة وانا داخل جت تجري ناحيتي وفضلت كده تلعب معايا وتتمسح في رجلي. حارس البيت استغرب قوي لما جت اكتر من قطة وراها، وفضلوا برضو ملمومين حواليا وعمالين يعملوا كده برضو نفس الحركة، لعب معايا وعمالين يتمسحوا من هنا لهنا في رجلي. وانا نزلت وقعدت العب معاهم شوية عادي، يعني قطط ايه اللي حصل. حارس العمارة ما كانش مستغرب خالص من المنظر، كان مستغرب من الشخص. عمرها ما اتلمت على اي حد غير واحد بس، الساحر السوداني اللي كان ساكن معاهم في البيت، اللي اكتشفوا جثته بعد ما مات. المنظر ده كان مرعب جدا للحارس، لدرجة انه معرفش يتكلم ولا يقول اي حاجة، سكت وابتسم لي بس كده وما اتكلمش تاني. طبعا بقالنا كتير منزلناش مصر اجازة بسبب شغل ابويا. امي كلمت جدي اللي كنت بحبه جدا، معرفش مالي، اول مرة احس اني خايف اسمع صوته او اكلمه. اختي خدت التليفون وفضلت تتكلم معاه وقعدت تهزر وتضحك معاه زي عادتها. ولما جت تديلي التليفون حالة رعب غريبة جات لي، جسمي كله بترعش ومش قادر اتكلم معاه، مش عارف اضحك واهزر معاه زي كل مرة. قفلت معاه في الكلام واديت التليفون لامي اللي فضلت تسمعه وهو بيقول لها حاجة، وكل شوية عمالة تبص لي نظرات غريبة مش فاهمها. بس بعدت عنها وهربت للأوضة بتاعتي. عملت نفسي مشغول بالمذاكرة، بس حالتي أصلا ما كانتش مظبوطة. أمي دخلت الأوضة عندي وشها عليه ابتسامة غريبة، أنا ما كنتش مرتاح منها. جت قعدت جنبي وخدتني في حضنها وفضلت تسألني أنت عامل إيه في المدرسة وكلام تاني كتير. واضح إن جدي قال لها حاجة عليا، ما اديتش اهتمام وفضلت أرد عادي. كنت محتاجة أبو مرة يكون موجود، بس للأسف ما كانش جنبي وكنت لوحدي تماما. أمي نزلت تشتري حاجات للبيت، لأول مرة حارس البيت يوقفها ويتكلم معاها ويسألها عني أسئلة من نوع هو كويس؟ طب هو عنده أي مشكلة أو في أي حاجة بتحصل له أو بيعاني من أي حاجة؟ أمي استغربت ما كانتش مرتاحة للأسئلة دي كلها، ولما جت تعرف فيه إيه وحبت تفهم منه إيه سبب كل الأسئلة دي، ده أصلا ما بيتكلمش مع أي حد وكلامه قليل مع الناس كلها، راجل في شغله بس. الرد كان صادم، قال لها القطط دي عمرها ما عملت كده غير مع الراجل السوداني أو الساحر السوداني اللي لقوه ميت في بيته. الرد صدم أمي وكانت عايزة تعرف أكتر مين ده وإيه حكايته. الحارس أخد نفسه وكأنه ما كانش عايز يفتكر اللي حصل، وبدأ يحكي كل حاجة وعرفها الموضوع كمان.
أبو مرة لسه حكايته مخلصتش مع إياد، لسه في كلام تاني هنقوله، بس مستني إياد يقول لي إيه اللي هيحصل. تابعوا معانا وما تنسوش اللايك والاشتراك والمتابعة عشان نوصل لأكبر عدد من المراقبين ونعرف الحكاية هتخلص على إيه. لسه في تفاصيل تانية كتير، تابعوها معانا في قناتكم جرعة أدرينالين.